سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته متابعينا الأحبة من كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تحليل الأداء، ومعي أنا صديقكم القارئ ضرغام جهادي من العراق في كل مرة. أحبائي، في هذه الحلقة ما راح أطول عليكم فعلا حقيقة، بس راح نستفيد فائدة جمة من مقطع قصير ولكن به كثير، والله يحتوي على كثير من الأمور الفنية الممتعة للأذن السليمة. فتعالوا سوية خلينا نستمع إلى مقطوعة يا من يرى في الضمير ويسمع لمجموعة من المنشدين المغاربة. والله وأنا يعني متعشق بفنونهم وألحانهم وأصواتهم الكبيرة حقيقة يعني. فلنستمع إلى هذه المقطوعة التي هي ستعبر عن مدى جمالية يعني فنهم الجميل. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يا من مرجى للشدائد كلها جميل. بس رد طبعا الأنشودة ممتعة والله، هي مو كاملة، هاي جلسة أحباب يعني الظاهر. هنا أنا يحيى البيهقي، والله جميل جميل جميل، إبداع حقيقة. من سوى جواب النهاوند ولكن في طبقة جواب عالي يعني، ولا يعني صوتي لا يسمح الآن، غير جاهز. أتى بدرجة الحجاز السفلية اللي هي أسفل مقام النهاوند، بعد ما كانوا يقرون بمقام النهاوند وتلاعب بالأجناس، غير التركيبة، غير المربع، خلينا نسميه اللي هو روبك،
غير الألوان فأعطانا لمسة خاصة وجميلة. فانتقل من مقام النهاوند إلى الحجاز السفلي، ولكن بعد ما رجع للحجاز سوى لمسة لطيفة لفرح أفزة اللي هي عبارة عن حجاز وعجم، فنزل إلى العجم وبعد ذلك رجع إلى النهاوند واستقر على مقام الرست. يعني في حركات رهيبة والله، ومفيدة للمنشدين الأحبة اللي يردون يستمعون لهيك أعمال جميلة. خلينا نكمل، ما بقى شيء بالمقطوعة ونشوف بعد ايش راح يسوي. يدايا لله مرفوع ليدي يا داعيا لله مرفوع ليدي متوسلا يمكن يعني أحصل على المقطوعة كاملة، ولكن إبداع والله من عالم آخر. طبعا المقطوعة موجودة على يعني كاملة أو ما أعرف غير كاملة، ولكن هذا اللي رديت يعني أسمعكم إياه في هذا المقطع. التنقل الجميل بين هذه الأجناس والتراكيب الجميلة للمقام الواحد، يعني الانتقال بين الأجناس هو شيء مهم جدا ويغير من لون المقام أو المقطوعة أو العمل اللي أنت جاي تقدمه للمستمع. ويعني بصراحة المستمعين يحترمون من يحترم آذانهم، يعني مو تنطيهم فن يعني ليس مرتب أو منظم، لا، يردون فن منظم وانتقالات سليمة بدون حدوث مشاكل في الأداء أو التنغيم. هذا ما عندنا لهذا اليوم، قلت لكم حلقة قصيرة وأشكركم على متابعتكم، آملا أن ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.